سليمان احنا مش هينفع نخرج النهارده زي ما انا وعدتك. حصل ظرف كده ومش هينفع نخرج. لا انا عايزه اخرج. لا يا سليمان احنا النهارده بس اصل انا عايزه اخرج. طب بس هقول لك احنا مش انا خرجتك الاسبوع اللي فات وخرجتك لا انا عايزه اخرج. ما احنا بنخرج على طول. انا عايزه اخرج. طب ما تزعلش، هي غصب عني المرأة. هخرجك بعد كده، هخرجك بعد كده يا نظيف. هخرجك بعد كده، هخرجك يا سليمان. يا سليمان يا سليمان مش عايزاك تزعل. طب ما تزعلش، بصي المرة الجاية صدقني المرة الجاية أنا الأسبوع الجاي هخرجك. أنا عارفة إن ده اسمه تسيب وتساهل في التربية. ده أنا هعلقك. تعالى أوريكم المشهد الصح. فين هنا التسيب؟ التسيب هنا ان الام دي داخله وهي عندها احساس بالذنب، فايه اللي حصل؟ بدات تقدم مبررات كتير جدا، وده بيخلي الزن يزيد كتير جدا. هو احساس الذنب بيأثر في التربيه، له تاثيرات سلبيه جامد قوي. لو الام عندها احساس بالذنب نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني، بس تعالي اقول لك ايه الخطوات الصح اللي المفروض تعمليها في الموقف ده. اول حاجه تقدري المشاعر، انا حاسه بيك وعارفه قد ايه كنت متحمس. الخطوه الثانيه انك تقولي اسباب واضحه، وده في شكل 1 2 أو 3 حد اقصى. والحاجه الثالثه لو لسه غضبان هتقولي له وتعرضي عليه الاحتواء، هتحضن او اعمل كذا او مستنيه حضنك. لقيتيه لسه متعصب هتقولي لما تهدى مستنياك عشان نتكلم، وهتسيبيه وتمشي. واخر حاجه حتى لو فضل يصوت شويه الموضوع عادي وده بيحصل مفيش مشكله، لما يجيلك هتديله اوبشنز يقدر ان هو يستمتع بيها بوقته، تلعب سلايم، تعمل معاه ما اعرفش ايه. فهنا ابقى احتويت الموقف بشكل كامل وفي نفس الوقت كنت طيبه وحازمه وحاطه حدود. كمان حصل ظرف ومش هنقدر نخرج النهارده. سليمان ممكن تسمع انا بقول ايه؟ بقول لك حصل ظرف مش هنقدر نخرج النهارده. انا عارفه ان انت متضايق لا وكنت متحمس جدا للخروجه دي. ان شاء الله هنخرج المره الجايه، هنظبط خروجه ثانيه ونخرج. لا انا عايزه. طب يا سليمان عارفه ان انت متضايق ومامي تحب تاخد حضن دلوقتي ولا اسيبك شويه؟ مش عايزه. طب خلاص انا هسيبك ولما تهدى تعالى نتكلم مع بعض.